السلام عليكم. الفيديو بتاع النهاردة هيكون عن حاجات اشتريتها خلال الشهرين اللي فاتوا، جربتها وعجبتني وحبيت ان انا اشارك معاكم لو حد يحب يجرب الحاجات دي. هي فعلا منتجات حلوة قوي، وهبدأ بمنتجات الشعر. منتجات اي كيراتين. هي من تبع شركة ايفا. انا عرفتهم من الجروب بتاعهم على الفيسبوك، لقيت كومنتس كتير جدا، الناس بتشكر فيه قوي قوي. فجربته لقيته حلو فعلا. ده الشامبو، وفي منه البلسم وكمان الكريم بتاع الشعر. حلو، بيطري الشعر جدا. لو في اي شعر هايش او كده بيخليه فعلا شكله حلو وطري. وريحته كمان حلوة قوي، بتفضل في الشعر حوالي 3 ايام، يعني لحد لما تيجي تقريبا تغسليه تاني. هو مكتوب عليه ان هو ينفع للشعر المعالج بكرياتين ولجميع انواع الشعر كمان، لكن انا رأيي الشخصي، ده مجرد رأي شخصي، ان هو ما ينفعش للعامل شعرها كرياتين ابدا، لانه في من ورا في المكونات مادة صوديوم. مادة الصوديوم دي اصلا المفروض اللي عامل كرياتين ما يستخدمش مادة الصوديوم. اي شامبو فيه صوديوم مفروض ما تستخدمهوش، لكن هو كشامبو هو شامبو حلو جدا وريحته جميلة وبيطري فعلا الشعر قوي. انا جربت البلسم كمان والكريم بتاع الشعر. الكريم خفيف خالص، لونه كده من جوه ابيض، وعلى طول مش تقيل، يعني الشعر بيمتصه على طول وخفيف حلو. اخر حاجة في حاجات الشعر السيرم ده. ده سيرم كاريتيه. طبعا انا كنت عملت قبل كده فيديو عن زبدة الشيا. هي نفسها، هي اسمها زبدة الشيا او الكاريتيه. فده النبات اللي بيطلعوا منه، بيبقى موجود على الشجرة بتاعة الكاريتيه او الشيا، بيطلعوا منها الزبدة اللي عملوا بيها السيرم ده. هو حلو قوي، بيطري الشعر خالص، وريحته كمان جميلة قوي، بتقعد في الشعر كتير يعني، وطبعا بيمنع التقصف، فهو حلو قوي. ده انا كنت جايباه ب66 جنيه، بس حقيقة للأسف بعد كده لقيته موجود في اماكن تانية ب62. يعني هتلاقوه في كارفور وهايبر وان وكده، هتلاقوه موجود ب62. في الصيدليات بيبيعوه اغلى شوية. نسيت اقول لكم على اسعار الشامبو والبلسم. الشامبو تقريبا كان ب35، والبلسم ب35 او ب30، والكريم ب40. بعد كده معجون الاسنان ده، اللي الناس اللي بتشرب شاي وقهوة كتير وعايزين يرجعوا اسنانهم شوية لونها الطبيعي. ده مش وايتنج اللي هو زي الفنانين اللي بيعملوه، اللي هو تلاقي السنان بيضة قوي كده، لا خالص، هو بيرجع سنان بس لونها الطبيعي. ورخيص على فكرة، مش غالي، كان ب13 جنيه. بس هو اندونيسي وحلو جدا. فعلا بيعمل نتيجة كويسة، موجود في الصيدليات طبعا. بعد كده منتجات البشرة. ده ديلي سكراب من نيتروجينا. سعره كان 60 جنيه. هو بالجريب فروت وريحته حلوة. والسكراب بتاعه الحبيبات حاجات بسيطة قوي، يعني مش سكراب لدرجة ان وشك ينشف، لا، بيرطب جدا، ومخلي الرؤوس السوداء كمان بتختفي، والمسامات بتصغر حجمها. وهو اويل فري عشان البشرة الدهنية، ينفع للبشرة الدهنية. بينضف كويس جدا، ومن اول مرة هتستخدميه هتحسي فعلا بالفرق. هو ميد ان فرانس، وموجود في الصيدليات. ولقيت منه كمان غسول عادي، مش سكراب، غسول عادي. ده هبقى اجربه بقى ان شاء الله في مرة تانية. بس هو حلو قوي وبستخدمه كل يوم عادي خالص، ما نشفش البشرة نهائي، تحفة. الكريم ده بالمرز بزبدة الكاكاو. هو كريم للايد، وينفع كمان تستخدميه على كعب الرجل. حلوة قوي، انت كأنك حطيتي زبدة كاكاو، يعني حلو جدا.
ده كان ب26 جنيه تقريبا. في منه الحجم ده، ده بتاع ينفع تحطيه في الشنطة، ولقيت كمان في منه اصغر من الحجم ده كمان. الملمس بتاعه هو تقيل شوية بس حلو. بيرطب جدا، وهو وريحته زي الكاكاو شوية. يعني الجلد بيشربه على طول، ما حلو قوي، مش يعني هو تقيل شوية بس حلو. بيرطب جامد جدا. بعد كده حاجات الميك اب. البيبي كريم ده من مايبلين. انا مش بحب استخدم فاونديشن لانه بيبقى تقيل قوي واوفر، على انه الصبح انزل حتى فاونديشن وباودر وكونسيلر وحاجات كتير فوق بعضها كده. ما كنتش بحب يعني ما بحبش فاونديشن. فكنت بحط قبل كده الكونسيلر ساعات هوزعه على وشي كله. فلما جربت البيبي كريم بتاع مايبلين ده لقيته حلو قوي. لونه ده لايت، الدرجة دي لايت، في عندهم درجتين كمان. مميزاته بقى ان هو فيه حماية من الشمس 30%. مرطب. بيوحد لون البشرة. الاويل فري برضو ينفع البشرة الدهنية، بيدي لمعة حلوة جدا وضي كده لطيف قوي للوش. احلى حاجة بقى انه هو ما بتحتاجيش تحطي كريمات كتير فوق بعضها، سان سكرين ومرطب وحاجات وفاونديشن وكله فوق بعضه كده. فانا ما كنتش بحب كده، فهو ده مختصر كل الحاجات هنا. الدرجة بتاعته كده، انا لما شفتها قلت غامق، انه دي افتح درجة بس غامقة. بس لما جربته تقريبا نفس لون البشرة، ومش دهني خالص. وبيفضل برضو وقت طويل ومن غير ما يغير ولا اي حاجة. ده سعره 65 جنيه. بعد كده الباودر دي. دي باودر جوردانا. هي امريكي. بس حلوة جدا وسعرها كمان جميل. ملمسها ناعم قوي. بتقعد وقت كتير من غير ما يعني ما بتغيرش ولا بتتمسح ولا اي حاجة، فبتفضل وقت كتير، ثباتها حلو قوي، والتغطية بتاعتها كمان حلوة جدا. في معاها هنا مراية، السفنجة بتاعتها دي. السفنجة دي حلوة جدا في ايه؟ اولا مش بتتفتفت، يعني بقالي كتير بستخدمها، مش بتفرول ولا اي حاجة. وكمان ملهاش ريحة، لانه انا كنت كل ما اجيب باودر مهما كانت غالية السفنجة بتاعتها فيها ريحة عاملة زي ريحة البالونات كده شوية، فبتفضل حتى بتلزق في الوش، الواحد يفضل وشه ريحته كده. فدي الدرجة بتاعتها رقم 1 وحلوة جدا وبتثبت جدا، والتغطية بتاعتها رائعة. الكونسيلر برضو من مايبلين. الكونسيلر ده فات مي ده انا عجبني جدا، التغطية بتاعته حلوة قوي. وثابت. الدرجة بتاعته، الفرشة بتاعته كده. ده كان انا مش فاكرة سعره قوي لانه عندي بقاله يعني اكتر كمان من شهرين. تقريبا كان ب90 جنيه حاجة زي كده. التغطية بتاعته حلوة جدا ولونه طبيعي، مش ولا فاتح قوي ولا تقريبا نفس لون البشرة. وتغطيته جميلة. جربت ده برضو، ده جديد من مايبلين. الفرشة بتاعته كده بيبقى زي فرشة، يعني مش بتلفي دي كده. اهو الدرجة برضو بتاعته وتغطيته كويسة، بس انا حبيت فاتمي اكتر، بس ده برضو حلو. وده كان سعره 85. البلاشر برضو من مايبلين فاتمي. هو مات، مش ما فيهوش اي لمعة خالص. ومعاه الفرشة دي. انا اهو اللون بتاعته انا بستخدمه مش بالفرشة دي الحقيقة، بس هو درجته هادية قوي.
مش عارفه باينه في الكاميرا ولا لا، بس هو درجته هاديه قوي، روز فاتح كده، فلونها حلو قوي وبرده ثابته. واحلى حاجه ان هي ما فيهاش الحاجات الجليتر اللي بيلمع ده ولا اي لمعه خالص، فهو بيدي شكل طبيعي للوش، فحلوه جدا. بصراحه مش فاكره سعرها، بس هي نوعها كويس، واعتقد ان هي مش غاليه قوي يعني. الماسكارا، ماسكارا من لوريال، اسمها ميجا فوليوم كولاجين 24 hours. دي ب150 كان سعرها، بس هي حلوة جدا في ايه، ان هي فرشتها من جوه شكلها كده، السواد بتاعها حلوة جدا، وبتطول الرموش وبتكثف، فهي حلوة جدا. وبرضو هي مش ووتر بروف، بس بتقعد وقت كتير، يعني الا اذا جبتي بقى عليها غرقتي مية جامد يعني قوي، هتبتدي تنزل يعني. دي الماسكارا. الباودر بتاعة الحواجب دي ماكس فاكتور، فيها درجتين، غامق وفاتح، ومعاها الفرشة دي عشان توزعي على الحاجب. وكمان ممكن تنفع ان هي تبقى شادو، لان هي فيها برضو فرشة من هنا، فتنفع شادو وتنفع للحواجب. دي كان تقريبا سعرها 60 جنيه 50 جنيه حاجة زي كده. اخر حاجة الروج ده مايبلين رقم 162. الدرجة بتاعته هادية خالص، ولون يعني قريبة من لون الشفايف. كان ب65 جنيه. انا بنصح بقى لما تيجي تجربي الروج ما تجربيهوش على ايدك من هنا، لانه ده ملوش علاقة خالص بلون شفايفك. اقرب حاجة للون شفايفك صباعك من جوه هنا، ده اقرب للون الشفايف، فدايما تجربي عليه روج كده، ده اقرب من هنا، ده اقرب لبشرة وشك، لكن هنا للون شفايفك، فدايما تجربي الروج على ايدك من صباعك من جوه او ايدك من هنا. فدي الدرجة بتاعته، درجة هادية وتليق على درجة البلاشر. ده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يعجبكم وتكونوا استفدتوا، واللي حابب يجرب حاجة من الحاجات دي، فعلا الحاجات دي حلوة جدا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.